حكاية أول أتوبيس في مصر أيام زمان، ارجع يا زمان، فيها منشور عن فيلم سلامة في خير. تقريبا احنا كلنا حافظين الفيلم. في لقطة الأتوبيس اللي قدامنا مكتوب عليه حسين عبد الرحمن. آه اللي بيشاهد الفيلم فكر ده اسم المدرسة، طب اسم المدرسة في الجنب، طب مين حسين عبد الرحمن؟ فبحث واكتشف إن حسين عبد الرحمن هو صانع أول أتوبيس مصري. تم عرضه في المتحف الصناعي الزراعي، والملك فاروق أشاد بيه وقال إن ده فخر للصناعة المصرية، ويجب أن يكون الأتوبيس الرسمي تقريبا. فأصبح الأتوبيس الخاص بجميع المدارس والكليات والرحلات، وكان يصنع في العباسية، وكان ليه فيه كمان جراج هناك. آم، كل ده والتاريخ العظيم ده في لقطة في فيلم سلامة في خير. طبيعي المعرض الصناعي الزراعي هنجيب منه حاجات كتير، وهنجيب منه تاريخ نفتخر بيه. بداية فيلم سلامة في خير موجود فيه استوديو مصر، موجود فيه المصانع اللي عملت القماش كلها مصرية. أنا حاسة إن هو إعلان للصناعة المصرية بصراحة. يعني هو كل الأفلام، أهو شركة مصر للغزل والنسج، وشركة مصر للغزل والحرير. آه تاريخ في لقطات شاشة. آه ده جزء من التاريخ الذي نفتخر به. كده خلص الكلام، سلام.